شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مباركا طيبا فيه. أيها الإخوة والأخوات متتبعي ومتتبعيننا عبر هذا البرنامج الذي يبث عبر قناتكم الوطنية، والذي خصصنا الحديث فيه على مناسك الحج لحجاج بيت الله الحرام، وهم سيتوجهون إلى البقاع المقدسة. فارتأت الإدارة والمدير وارتأينا جميعا أن نقدم لكم هذه الدروس حتى تأخذوا مناسك الحج المأخوذة من رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. أيها الحجاج، متمنيا لكم أنا والطاقم الذي يعمل معي في الخفاء طبعا والأسرة قناة الوطنية وإدارتها ومديرها حج مقبول وذنب مغفور وسعي مشكور إن شاء الله، غفران الذنوب إن شاء الله. يا حجاج بيت الله الحرام، يجب أن تعلموا أن للحج أركان، وأركان الحج 4. فلو أن الحاج أو الحاجة لم يؤدي ركن من هذه الأركان 4 فحجه باطل ومطالب به. نعم، لأن دخوله في النسك وبعد يتخلى عن ركن من أركان الحج لا. قلت أركان الحج 4، والركن الأول وهو الإحرام، وأقصد بالإحرام النية الدخول في النسك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أما قضية الاغتسال والتجرد من المخيط والمحيط هذا يجبر، لكن الدخول في نية النسك: لبيك اللهم حجة إن كنت داخل بالإفراد، لبيك اللهم عمرة في حجة أو حجة يعني عمرة في حجة إن كنت داخل بالقران، أو لبيك اللهم عمرة كنت داخل بالتمتع. وتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. قلنا أن الإحرام وهو الدخول في نية النسك ركن من أركان الحج، لأن اللي يروح الحج ولم يلبي ولم ينوي بأحد الأنساك 3 فلا نقول هذا أنه حج، والأعمال بالنيات. كذلك الركن الثاني الذي يجب على الحاج والحاجة أن القيام به وهو الوقوف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة.
فالذي يذهب إلى مكة ويروح لكل الأماكن ولم يذهب إلى عرفة يوم 9 من ذو الحجة فإنه لا حج له، لأنه لم يأتي بركن وقوفه بعرفة. وقوف بعرفة من أركان الحج. والركن الثالث وهو طواف الإفاضة بعد وقوف عرفة، يطوف الإنسان طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة ركن على المتمتع، وركن على القارن، وركن على من دخل بالإفراد. والركن الرابع والأخير من أركان الحج وهو السعي، لقوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذه الأركان الأربعة لا بد من القيام بها، لا ولم تجبر لا بدم ولا بفدية. وننتقل الآن إلى واجبات الحج. واجبات الحج كم؟ 7. فمن ترك واجب من واجبات الحج يجبر. تترك واجب تذبح كبش، تترك واجبين تذبح كبشين، تترك 3 واجبات 3 كباش، تترك 4 واجبات 4 كباش، تترك 5 واجبات 5 كباش، تترك 6 واجبات 6 كباش، تترك 7 واجبات 7 كباش. فمن لم يجد فعلى كل واجب إجباره بصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. أولا واجب وهو الإحرام من الميقات كما بينا في الدرس الماضي. فالذي يتجاوز الميقات ولم يحرم من الميقات فقد ترك واجبا، ويجبر تذبح كبش إذا أنت لم تحرم وتدخل في النسك يعني من الميقات. كذلك أيضا الواجب الثاني وهو الوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف بالنهار. لابد أن تقف بعرفة إلى الغروب، هذا بالنسبة للذين وقفوا بالنهار. فمن ترك الوقوف هذا عليه دم واجب، أو 3 أيام 3 أيام في مكة و7 إذا رجع إلى بيته. الواجب الثالث وهو المبيت في منى ليالي أيام التشريق. أيام التشريق منى يعني يوم 10 من شهر ذي الحجة، ويوم 10 ويوم 11 ويوم 12 تبات في منى. ولكن كما سيأتي إن شاء الله فيه رخص، وفيه الذي لم يجد مكان يبات ماذا يفعل، وفيه كلام طويل. وهل تبقى في الليل وتبقى في النهار، وهل يكفي نصف الليل فقط؟ هذا كل سنتطرق إليه إن شاء الله. قلت المبيت في من أيام التشريق 10 و11 و12. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أقدر ربي قال يجوز الإنسان أنه يبقى حتى لليوم 13 يبات ويقذم. أما اللي يسوقوا الرعاة الغنم، واللي يسقوا الحجاج، والطبة، والفرملية، وخدام الحماية المدنية، ورجال العسكر، ورجال المدينة، واللي يخدموا في البنك، واللي قايمين على الحجاج، ليس في حقهم المبيت، وجوب المبيت في منى. والركن الرابع هو المبيت في مزدلفة، لأن الله قال: واذكروا الله عند المشعر الحرام، والنبي بات في مزدلفة.
إلى بعد نصف الليل، لما تنزل من عرفة يوم التاسع على الأقل تفوت نصف الليل من النساء والعجائز واللي عندهم معوقين والعجزة بعد منتصف الليل يهربوا يروحوا للمنن باش يرجموا قبل ما تكون الزحمة. أما الشباب اللي قادرين يبقوا يباتوا في مزدلفة إلى بعد الطلوع الشمسي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والواجب الخامس الرمي. احنا يوم العاشر نرمو الجمرة الكبرى، واليوم الثاني نرمو الصغرى والوسطى والكبرى، واليوم الثالث كذلك. ومن لم يتعجل يرمي الصغرى والوسطى والكبرى. وسيأتي الرجم وماذا كيف يرجم وكيف يدعو الله عز وجل. والركن يعني السات وهو الحلق بعد الطواف والسعي المتمتع، أو بعد الطواف الإفاضة للقارن والمفرد الذين سعوا بعد طوف القدوم يحلق راسه. والتحليق واجب رحم الله المحلقين، والتقصير اللي قصر من جميع شعره. والمرأة ما تحلقش راسها وما تقصرش من جميع الشعر، يكفيها تنحي قدر الأنملة فقط. كذلك إذا كان متمتعا أو قارنا فعليه أن يذبح الكبش تاعه. نعم، ذبح الشاة ذبح الهدي واجب. قال ربي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، تلك 10 كاملة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما باقي فهي سنن لا يترتب عليها شيء، ليست هي بواجب وليست هي بركن، مثل ما يقوم به الحاج كطواف القدوم والمبيت بمنى يوم 8 من شهر ذو الحجة، والاطباع وهو تعري كتفك الأيمن في الأشواط 3، والرمل وهو السرعة في المشي في السعي بين الصفا والمروة، وتقبيل الحجر الأسود، وكثرة الأذكار والأدعية، وصعودك إلى الصفا وإلى المروة. هذه كلها سنن سنبينها، وليس يعني يترتب على تاركها شيء، ومن فعلها يؤجر ومن لم يفعلها ليس عليه بإثم. أدعو الله لنا بالشفاء، شفاء لا يغادر سقما، ودعو الطاقم الشبان لهم بالشفاء والصحة الجيدة، وأهل أسرة قناة الوطنية ومديرها بالشفاء، ودعو لسائر المرضى بالشفاء، شفاء لا يغادر سقما. والله نسألك أن تفرغ علينا صبرا من عندك، وتثبت أقدامنا، وتنصر دينك وتنصر إسلامك، وتجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بارك الله لي ولكم أيها المشاهدون وأيتها المشاهدات، وجعل هذا في ميزان حسناتكم وحسناتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة